السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على أحلى متابعين في الدنيا. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. معلش جبت عليكم شوية في النشر الفيديوهات، بس بقى ظروف غصب عني وكده. النهارده جايه لكم بقى بصور جميل جدا شيك زي ما انتم شايفين بالطريقة اللي شايفينها ديت. هنعمله باللون الأبيض مع اللون الذهبي، طبعا بنمرتين مختلفة. تمام. يلا بينا بقى نتعرف على الخامات المطلوبة علشان نعمل مع بعض الصور القمر ده. هنقول لك بقى حلوة الطريقة بالظبط. اول حاجة انا هحتاج خرز طبعا لولي ده، راح احتاج نمرتين. احتاج اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده، واحتاج خرز لولي نمرة 8، اللي هو الكبير الابيض ده نمرة 8. واحتاج كمان الخرز اللي هو الذهبي هيكون نمرة طبعا 7. تمام. احتاج المقص وطبعا والايه والبنزه بتاعتي، واحتاج حلقات، واحتاج كمان قفل وخيط سناره نمره 50. مبدئيا طبعا لو حد عايز سؤال يسالني على اي حاجه عن طبعا شايفينها في الفيديو، اي حاجه اكتبوها لي في التعليقات وانا ان شاء الله هرد عليكم. اهم حاجه تابعوا معايا الفيديو للاخر وشوفوا التفاصيل ماشيه ازاي، علشان بس ايه ما طولش عليكم. يلا بينا بقى نصلوا على النبي ونبدأ نشوف الصور بتاعنا الجميل اللي هنعمله النهارده. احتاج بقى ايه يا امارات؟ بصوا ركزوا معايا كده علشان الفيديو طبعا جميل جدا، والاسوره اسهل منها مفيش. طبعا هو ده اسمه سوارس اسوره زي ما بيسموها. انا بقى هاخد حته خيطه زي ايه متر كده او زياده. تمام. احنا متعودين في كل مره بناخد خيط زياده ده، انا ما برميهوش، بشيله على جنب بحتوي في اي يوم تاني. تمام. طبعا القفل هنا هنحط حلقه في القفل بقى، هركب بقى ايه، هنحط بقى ايه يا حلوين، هطلع حلقايه كده من القفل، وبعد كده ابتدي احط بقى ايه الخيط في قلب الحلقه. انا بس هطلع الحلقايه الزياده ديت، والاكسسوارات زي ما انتم شايفينها لون ذهبي زي ما انا عامله نفس اللون الذهبي. تمام. لان انا هستخدم حبايه واحده باللون الابيض في السوار ده. تمام. انا دخلت كده طبعا الخيط وهربط بقى عشان اثبت الحلقه في الخيط زي ما انتم شايفين كده. هعمل عقده صغيره، اهم حاجه امسك الخيط كويس علشان ما يدينيش طرف كبير وطرف صغير. هربط زي ما انتم شايفين كده. المبتدئين ركزوا معايا، الخطوات كلها سهله مفيش حاجه صعبه خالص. زي ما انتم شايفين ربطت الخيط في الحلقه، ده تثبيت الشغل مش اكتر. ده شيء زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده بقى هنعمل ايه؟ هناخد كمان بصوا حبيتين من اللون الذهبي، هناخد 2 من اللون الذهبي وهقفل بواحده بيضه زي ما انتم شايفين كده. احط واحده ذهبي في الطرف ده وواحده كمان باللون الابيض هقفل بيها طبعا زي ما انتم شايفين. يا رب يكون الشغل واضح لكم. انا طبعا اهو بحد الخيط خلف خلاف. تمام. يا رب يكون الشغل واضح ليكم. تمام. انا كده بقى عملت اول واحده هنا كده زي ما انتم شايفين كده اهو، اشد الشغل عشان اثبت اول واحده معايا النهارده. مش شايفين احنا كده عملنا اول واحده في الاسوره القمر اللي انتم شايفينها دي. عايزه اقول لكم ان انتم ممكن تستخدموا اي ادوات او اي طبعا اكسسوارات او اي لون تاني في في السوار ده. ممكن تستخدمي اي لون انتوا عايزينه. تمام. سواء عايزه تشتغليها باللون البديل ليه بقى كده بدل الذهبي دي، ممكن تحطي لون فضي، بس الاكسسوارات ساعتها هتكون باللون الفضي. تمام يا امارات لحد كده؟ تمام لحد كده. بعد كده انا هحط في كل طرف 2، وهفضل شغاله بالنظام ده كده واقفل بالبيضه لحد ما اوصل لطول الصور اللي انا عايزاه. تمام. عايزه اقول لكم بقى انا بشتغل بالخيط، ما بشتغلش بالابره. فانت ممكن تنفذي الكلام ده بالابر لو انت حابه. لو الخرز صغير ممكن تنفذي بابر عادي خالص. طبعا انا بقى خيط السناره ده جميل جدا في الشغل وبيسهل عليا الامور، فانا بقى ايه بدل ما احط ابر شغاله بالخيط زي ما انتم شايفين كده. يبقى احنا بنحط ايه في الطرف ده واحده ذهبي وفي الطرف التاني واحده ذهبي، وبقفل بالبيضه خلف خلاف زي ما انتم شايفين كده. انا هفضل بقى ماشيه بالنظام ده كده الى حد ما اوصل للطول الصوره اللي انا عايزاه. ولو انت عايزه تعملي عقد طبعا ممكن تكملي طب طول العقد اللي انت عايزاه، وعادي خالص مفيش اي مشاكل. تحط الاكسسوارات بتاعتك ويبقى كده مية مية زي ما انتوا شايفين بقى كده. هنحط بقى ايه الخيط كده نعديه خلف خلاف. يا رب يكون الصورة واضحة ليكم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اظن مفيش اسهل ولا احلى من كده خطوات. تمام.
الخطوات كلها قدامكم سهلة جدا جدا وبسيطة. ان شاء الله انتظروا مني اشكال جميلة جدا. اكتبوا لي في التعليقات بقى لو انتوا عايزين اي طريقة حاجة تانية، اكتبوها لي في التعليقات وانا ان شاء الله هنفذها لكم. كده انا بقى هفضل ماشية بالنظام ده كده، احط واحدة كده واحدة كده لحد ما اوصل للطول اللي انا عايزاه. وزي ما قلت لكم ممكن تستبدلوا الالوان زي ما انتوا عايزين كده. احنا كده عملنا طول الاسويرة اللي احنا عايزينه. فانت بقى هنا فاضل كمان واحدة ولا حاجة هنعملها مع بعض. وزي ما انتوا شايفين الخطوات مفيش اسهل ولا احلى من كده. تمام. هركب بقى الحلقات بتاعتي، وهربط بقى. انا حطيت كده خلاص القفل في الناحية التانية. انا بقى هركب بقى هنا ايه، هركب الحلقة بتاعتي. لو انت بقى عايزة تحطي سلسلة بس هتجيبيها لونها ذهبي، اوكي مفيش اي مشاكل. فزي ما انتوا شايفين انا عايزه اقول لكم بقى ملحوظه مهمه جدا. الدرجه الذهبي اللي انا شغاله بيها الخرزايه ديت في منها انواع، تخلوا بالكم وانتوا بتجيبوا الخرز الذهبي، لان طبعا الخرز الذهبي ده في بعضه بيبقى مضروب. فانا عايزه اقول لكم تركزوا جدا وانتوا بتجيبوا الخرز الذهبي ده، لان في نوع اصلي وفي نوع غير اصلي. فانا عايزه اقول لكم ان النوع ده اصلي جدا جدا، متاكده منه. عشان كده طلعت اعمل لكم منه طبعا اسوره. قلت لا، لما لقيته نضيف بقى وحلو قلت اعمل لكم منه اسوره جميله جدا بالخطوات بتاعتها. فانت بقى عايزه تستبدليه مفيش اي مشاكل، عايزه تحطي اي لون تاني اوكي عادي مفيش اي مشاكل. بس انا كده وريتكم الفكره بتاعت النهارده. اتمنى تكون طبعا الخطوات سهله وتكون عجبتكم. طبعا مفيش اسهل ولا احلى من كده خطوات. الخيط اللي انا قصيته ده انا هعمله بالولاعه علشان اداريه، وطبعا هيتلحم معايا. تمام. شايفين بقى مفيش اجمل ولا احلى من كده، سوار جميل جدا جدا وشيك. اتمنى يا بنات ان هو يعجبكم. وكمان عايزه اقول لكم على حاجه، اي حد عايز طريقه اي حاجه يكتبها لي في التعليقات وانا ان شاء الله هنفذها لكم. طبعا انا عايزه اقول لكم الحاجات دي كمان تبقى في المحلات بتكون غاليه، فانا قلت بقى ايه نعملها لنفسنا. وطبعا في المحلات بيستغلوا بقى الناس وكده. فاحنا قلنا نصنع الحاجات دي طبعا، سواء عايزه تعرفي سواء اي حاجه في الاكسسوارات، سواء السويرة او عقد او كوليه، اكتبي لي في التعليقات وانا ان شاء الله هرد عليكي. ولو عايزين اي طريقه اي تانية اكتبوها لي برضو في التعليقات. ويا رب تكون الطريقه دي حلوه وعجبتكم. ويا ريت اللي ينفذها يكتبها لي في التعليقات ويقول لي عملتوها بلون ايه. تمام. يعني عايزه اعرف منكم اللي انتوا طبعا عملتوها، اللي ينفذها يعملها بلون ايه. انا هنا عملتها باللون الذهبي مع اللون طبعا اللون الابيض اللولي. تمام. عايزه تعمليها باللون الذهبي عادي خالص مفيش اي مشاكل. اتمنى تكون طبعا الفيديو بتاعنا النهارده يكون فاتكم. ما تنسوش يا حبايبي اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس علشان اي حاجه بنزلها توصل لكم على طول.